اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الهنا، صباح السعادة على طول كده. هنبدأ الفيديو بتاعنا بسرعة. عندي هنا فرخة مغسولة ومنقوعة ومتنضفة ومحطوطة في المصفى. عندي هنا كركم، فلفل أسمر، توم باودر، بصل باودر، آه، بابريكا مدخنة، وكمان بهارات فراخ، شوية خل صغيرين، وكوباية من الحليب. كل الخطوات سليمة 100% وواضحة خالص، لا مسرعة الفيديو ولا اي حاجة. شوية ملح، وهنقلب كده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين هنا احنا بعمل ايه؟ انا مخزنة ليمون، فانا هقطع الليمونة كده قطع صغيرة. تمام. وكمان يعني طبعا التتبيلة دي هتفضل يوم كامل وليلة، فتاني يوم هنجيب ليمون وهنعصر عليها ليمون تاني. يعني لو انت ما عندكيش ليمون فريش، خدي من الفريزر لو انت مخزنة زي كده. عندي هنا كوباية كمان من المية. علشان ايه؟ علشان الفرخة بعضمها ف تغطس في قلب التتبيلة وقلب السوائل اللي معايا. عايزين نغطسها او نداريها خالص يعني. هنقلبها بالطريقه ديت. ولو انت حابه ان انت تدوقي الدنيا دي كلها مفيش اي مشاكل. بعد كده هجيب بقى الماسك كده وهمسك قطعه قطعه. طبعا احنا منغزينها ومقطعينها وكل ده، بس هما في حتتين بس كده. هنجيب الكزلك هنغسها كده بالطريقه دي. ودي اساس يا جماعه في الفراخ، انك لازم تفتحها كده او تنغزيها كده ببوز الكزلك او السكينه معاك علشان تشرب من التتبيله. عايزه اقولك ان هي كان طعمها بسم الله ما شاء الله بالف هنا وشفا، بجد جميله جدا. زي ما انت شايفه معايا، ممكن تلبسي جلافز وممكن تلبسي تحطيها بايدك عادي، مفيش اي مشاكل. انا كنت غسلاها ونقعاها بايه؟ شويه دقيق، شويه سكر. ايوه يا رشا، سكر. بصي جربي السكر في غسيل الفراخ، معلقتين كبار كده على الفرخه. اقسم بالله العظيم لا زفره ولا اي حاجه بتمحيها، ولا تقولي لي بقى خلي، ولا تقولي لي اي حاجه. ممكن تحطي كمان شويه جنزبيل وليمون طبعا، وشويه خل صغيرين خالص. بالله العظيم سبتها شوية كده، وبعد كده جيت غسلتها ونقحتها ونضفتها وشطفتها كم مرة. وبعد كده حطيتها بقى في المصفى مع البولة بالطريقة دي. بتصفى تماما تماما من اي سوائل من مكان الغسيل. وبعد كده بتاخديها ناشفة خالص كده، وبعد كده تحطيها في التتبيل. يا جماعة، مش المطبخ مش طبيخ بس، المطبخ اعداد للطبيخ. ان انت تنضفي حاجتك، تغسليها، تبقى عارفة ايه اللي زفر وايه اللي مش زفر. اساسي. في ناس اقسم بالله مش عايزة اقول لكم، ريحة الفراخ لا تطاق لا تطاق، وخصوصا الطيور بتبقى زفرة بطريقة رهيبة. يعني استغفر الله العظيم. فالغسيل الفراخ وغسيل الحاجة أساسي جدا. عندي هنا قشر الليمون اللي كنت غسلاه بيها برضو، نقع بيها، وبعد ما بخلص بعصر عليها الليمون. حطيناه كده بالطريقة دي. تمام تمام. أهم حاجة يا جماعة في الفراخ إنك تحطي قشر الليمون. تغسلي الليمونة الأول، بعد كده تحطي القشر، ما ترموهوش. مش هيخسر معاكي في حاجة، ومش هيبوظ الوصفة على فكرة، ده بالعكس هيديها جمال وحلاوة. حبة زيت بقى صغيرين كده. طبعا احنا مكسنا الدنيا وخليناها زي الفل. حبة زيت صغيرين، ايا كان زيت عندك هتحطي عليه معلقتين كده، معلقتين صغيرين مش كتير. وبعد كده بتقومي جايه غمراهم بقى مع بعضهم كده ومقلباهم. وسيبيها بقى يوم. لو انت مستعجله عليها سيبها نص ساعه، ساعه، ساعتين. كل ما تغيب في التتبيله كل ما تبقى حلوه وجميله وزي العسل. هنسيبها بقى في التلاجة لتاني يوم، وممكن نسيبها لتالت يوم. ما فيهاش اي مشاكل، احنا في الشتاء وما فيش اي مشاكل. شايفه؟ جبنا بقى الليمون وعصرنا الليمونه. طبعا احنا غاسلين الليمونه كويس جدا. الليمونه كانت كبيره فخدت نص عشان كتر الليمون برضو والحاجه بتمرر. حطيت القشره بتاعتها، ونسينا كمان في التتبيله نحط معلقه سكر. وعلى فكره انا غسلاها بسكر يعني. حطينا هنا معلقه ونص او معلقتين، لا معلقه ونص تقريبا من السكر. هنقلبها بالطريقه دي، هتديها طعم تحفه، بجد طعم تحفة يا جماعة. إيه، مش عايز تحطي سكر، حطي معلقة عسل في التتبيلة بتاعتك.
طبعا البابريكا عاملة شغل جامد يعني، محمرة الدنيا ومخليها زي الفل. الفرخة كده احنا بنقلبها علشان الايه، الاماكن اللي مش طايلة التتبيلة. هناخدها بقى وعلى الشبكة بالطريقة دي، وهنروح نشويها على الشواية، ننزل تحت بقى الولاد هيشغلوا من الشواية وهنشويها. خلصنا هي شلناها كلها من التتبيلة وحطيناها على الشبكة. ولعوا الولعة، بسم الله ما شاء الله، الولعة اللي كانوا مولعينها تكفي 3 فرخات. يا جماعة اللي عايز يشوي فرخة يجي جري عندنا هنا ولعة تكفي 3 فرخات. طبعا وانت بتشويها بتقلبي يمين في شمال، يمين في شمال، يمين في شمال، زي ما انت شايفة معايا كده، لحد بقى اللون اللي انت عايزاه واللي انت حباه. بت بتنزليها من على النار. طبعا وانت واقفه بقى يعني ايه، الولاد بقى وجوزي وكده كان موجود، ربنا يبارك لنا فيه. آه ويوسف ابني بقى ربنا يبارك فيه برضو. الولاد واقفين هما بيحبوا يحضروا ايه الشوايه. انا ما بحبش ان انا اولع وانا اقول لهم احطهم في الفرن. كنت على ما هم شووها كنت انا ايه عملت رز في الفرن. رز بقى مش عايزه اقولك على جماله وحلاوته بقى، ومفلفل وزي العسل. البرام كده او الحله بتاع، هي دي حله على فكره، حله فخار لها غطا. عملت رز اصفر. ازاي يا رشا هو مش المفروض يكون في الفرن يكون ليه وش وبلبن؟ لا يا جماعه مش شرط. لا متعفر ولا في اي حاجه، بتولعي له بالراحه وبتغطيه باي غطا. وزي ما انت شايفه معايا الرز مفلفل وزي القمر اهو، وريحته جميله. طبعا بتحط له السمنه والزيت وتغلي له الميه بتاعته، او لو عندك شوربه حطي مفيش اي مشاكل، عايز تحطي له توابل برضو مفيش اي مشاكل، زي كانك عاملاه على البوتاجاز. وده رز اصفر عادي، لا هو بسمتي ولا اي حاجه. احنا بنسهل على بعض يا جماعه. ودي الفرخه حطيناها في حلهيات، ودي لونها الاساسي، وغطيناها طبعا علشان اللي تفضل سخنة لحد ما يصلوا ويجوا. دي سلطة، مش المفروض يا رشا تبقى سلطة دقوس. انا حبيت ان انا اغير الموضوع شوية. انا كل مرة بعمل سلطة دقوس، بس بصراحة يعني حبيت ان انا اعمل لهم سلطة مع الويسكي الغلابة اللي انتوا شايفينه ده. عندي هنا الرز فردته بالطريقة ديت، ودي الفراخ. قولوا لي ايه رأيكم. وصفة سهلة وسريعة وجميلة بجد يعني. لو انت مش عايزة الفراخ تبقى حمرا قوي ممكن تقللي الحمار بتاعها شوية وتنزليها بدري من على النار. عملت لهم هنا جبنة شيدر سايحة، وتبلتها بتوابل. ودي معلقه التوابل اللي كنت باخد منها من التوابل. زي ما انت شايفه، عايزه اقولك ان هم اساسا حبوا من الجبنه دي السايحه دي، انا اللي عملتها ازاي يا رشا. هقول لكم فيديو تاني، واستنوا الشورتس هينزل الجبنه اللي انا عاملاها بالطريقه دي. طبعا ديت لقطه وبتتعاد. اشوفكم في فيديو جديد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكل سنه وانتم بخير. طبعا دي تنفع لعزومات رمضان، تعملي الكميات اللي انت عايزاها. دي تنفع لاي حاجه، لو انت عازمه صاحبتك، صاحبك اخوك اصحاب ولادك، ممكن ان انت تضاعفي الكميه. اشوفكم في فيديو جديد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمة في حياتي. كل سنة وانتم بخير، وكل سنة وانتم سعداء وبهنا وبأي شيء متمتعين ومستمتعين. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.